حبايبي كل سنة وانتم طيبين. الفول شيء ضروري في سحور رمضان، محدش بيستغنى عنه خالص. كل يوم لازم نعمل فول في السحور. فالنهاردة بقى هنعمل مع بعض الفول عشان يبقى الفول موجود عندنا على طول. نعمله بقى بسمنة، بزيت، بطماطم، شكلوا فيه زي ما انتوا عايزين. طريقته سهلة جدا وبسيطة، وطبعا ابو 5 جنيه دلوقتي من بره مش هيقضينا خالص. لا، احنا هنعمل فول في البيت بمنتهى البساطة. جربوه ان شاء الله هيعجبكم قوي. اللي ما يعرفنيش، انا سميرة وده مطبخي. يا ريت تشتركوا في قناتي، ولو استفدتوا اي حاجه من الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو. زي ما انتم شايفين انا جايبه ده كيلو الا ربع فول. انا بلاه اقل حاجه 12 ساعه عشان الفوله تبقى طريه ولونها يبقى فاتح. اللي مش ما عندوش وقت، في فيديو قديم انا عاملاه للفول المدمس من غير ما انقعه خالص. بس جربوا الطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. نقعته طبعا وبعد كده غسلته كويس قوي من الميه، بينزل ميه، ويا ريت كل مده كده تغيروا الميه، كل ساعتين 3 تغيروا الميه عشان الفوله تبقى بيضه معاكم. هحطه بقى في الدماسه بتاعتي او الفواله اللي موجوده عندكم. هننزل الفول كده بمنتهى البساطه، ومش هحط عليه اي حاجه خالص غير نص كوبايه من العدس. يعني انا عامله كيلو الا ربع من الفول، حطيت نص كوبايه من العدس، يعني 8 كيلو عدس او يمكن اقل كمان. شطفته بس كده، طبعا ما بيتنقعش، اتغسل بس، وبعد كده هحطه عليه. هننزل عليه بقى ميه سخنه، ضروري تكون مغليه، يعني ميه بصوا بتغلي ازاي، ما تكونش بارده خالص. مفيش اسهل من كده. ولا هنحط الوان صناعيه، ولا هنحط بصل، ولا هنحط ليمون، ولا هنحط اي حاجه. هقفل كويس على الدماسه بتاعتي عشان خاطر البخار يتكتم فيها، وده شيء ضروري عشان الفوله بتاعتي تستوي كده وتبقى دايبه زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. وبعد كده هنحطها على النار الاول، على نار عاليه زي ما انتم شايفين. اول ما تغلي والاقيها كده هتبتدي تنزل ميه، ههدي النار بقى زي الشمعه، زي الشمعة بجد. يعني هدي ابسط حاجة عندي في النار واسيبها بقى براحتها. عايزة اقول لكم ان ده انا نقعته 12 ساعة برضو، خد نفس الوقت اللي دمست فيه الفول من غير ما انقعه. يعني كده كده بياخد من 5 ل6 ساعات على حسب درجة الحرارة اللي انت عاملاها. بياخد وقت طويل عقبال ما يتدمس عشان الفولة تطلع دايبة، بس هو مش بياخد نار، لان احنا بنبقى مولعين البتوية زي الشمعة. يعني حاجة بسيطة بتحطيه، لو عملتيه بعد الفطار على السحور هيكون معاكي مستوي زي الزبدة. هنا بصوا الجمال بقى واللون، هنا استوى خلاص طبعا. بعد كل ساعتين كده بفتح عليه اشوفه عايز ميه ولا لا، وبكون غاليه ميه جنبي في الكاتل او على النار. اول ما الاقيه حابب شويه ميه احط له شويه ميه، بس ما بقلبوش انا كده عشان هو استوى خلاص، فانا بقلبه. لكن لما بيعوز يزود ميه بزوده عادي. بصوا الفولايه مش متحمله زبده، وبصوا بيضه ولونها جميل ازاي، ما حطيتلوش اي الوان. انت حابه بقى في المرحله دي تحطي سنه لون طعام، تبقى احمر كده زي اللي بيجيبوه من بره، مفيش مشكله. مش حابه خليه لونه الطبيعي كده حلو قوي. لون العدس كده لونه حلو، العدس مديله لون كده اصفر حلو. كده الفول بتاعنا استوى خلاص، وحطينا له بقى الميه بتاعته عشان يبقى خفيف شويه، لان هو لما بيقعد بيتقل. يعني هو مش هيفضل خفيف كده، لما بيبرد بيتقل اكتر من كده. ونفتح المطعم بتاعنا بقى ونشوف اللي عايز ب5، ما بقاش في 5 يا جماعة، اللي عايز ب10 اللي عايز ب20. شوفوا كل واحد عايز بقد ايه. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصوا الفولاية زبدة ولونها جميل جدا، والكاميرا الإضاءة يعني ظالمة اللون كمان. نعمل حاجتنا في البيت بمنتهى البساطة، مش كمان عشان هي توفير بس، لا هي كمان نظيفة، وانتي عاملاها على ايديكي حلوة قوي. بصوا احنا هنعمل طبق فول بقى كده بشوية زيت وكمون وليمون، مفيش احسن من كده. مش هنحط عليهم اي اضافات. كله احلى طبق فول وهي لسه انت طافيه عليها كده طبعا، ومعلقه طحينه كده في منتهى الجمال. وانت لسه طافيه على الفول وطازه كده، اعملي الطبق الفول ده، بصي مش هتاكلي اي حاجه تانية خالص من كتر ما هو حلو قوي. شايفين اللون حلو ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. وعمل كميه حلوه معايا تقريبا 6 اكياس او 7 اكياس مش فاكره. هتشوفوا في اخر الفيديو، لان انا يعني بعد ما بيبرد شويه بحطه في الفريزر. انا بعبيه سخن وبعد كده اسيبه يبرد على الرخامه واشيله بقى، وكل يوم اطلع الكيس اللي انا عايزاه، او كل ما اجي استخدمه بطلعه قبلها بشويه. عبي بقى الكياس بتاعتك كده وسيبيها تبرد طبعا كويس، وبعد كده شيليها.
طبعا اللي حابب يسيبه في التلاجة يفضيه بس من الفوالة ويسيبه في التلاجة براحته بره مفيش مشكلة، بس انا بحب اشيله في الفريزر يعني عشان ابقى ضامنه ان هو كويس مفيهوش اي حاجه. اهم عبيت الكميه كلها بتاعتي اهي، دول 6 والطبق اللي انا غرفته يعني يعتبر 7 اكياس زي ما قلت لكم. الكيس حلو بسم الله ما شاء الله، يعني لو هنجيبه من بره نجيبه ب10 جنيه اقل حاجه. بصوا طبق الفول بقول لكم من كتر ما كان طعمه حلو قوي انا مش مبطله عماله اكل فيه، طعمه كان في منتهى الجمال. اتمنى بقى تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس على الكل.